ازيك يا نور؟ ايه الزيارة الحلوة دي؟ اصل انا كنت في باريس وقلت لازم اجيب لحضرتك هديه من هناك، وسبيشالي ان انا عارف ان حضرتك بتحبي الالماظ. يا خبر، ده حلو قوي. بس باين عليه غالي، ليه كلفت نفسك؟ مفيش حاجه تغلى عليكي. وحشتك يا نور؟ قوي. لسه بتحبها؟ بحبها وهفضل احبها وما حبيتش حد غيرها، بس بصراحه انا لسه عندي امل. والامل موجود. هو في مشاكل؟ فيروز كل يوم بتتخنق وبتندم على اللي هي عملته. هي ما بتتكلمش وما بتقولش، بس انا حاسه بكل حاجه. يعني حضرتك حاسه انهم ممكن يسيبوا بعض او حاجه؟ الله اعلم يا نور، بس اللي انا شايفاه ان الجوازه دي مش هتعمر. لو ما سبتوش النهارده هتسيبه بكره، لو ما سبتوش بكره هتسيبه بعد شهر. المهم انها هتسيبه في الاخر. 30 جنيه. منصور منصور يا حبيبي. منصور يا ولدي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. حبيبي يا حبيبي الحمد لله على سلامتك يا اخوي. يا حبيبي يا ولدي. تعالى يا حبيبي. حسينك كتير. تعالى يا ولدي. تعالى يا حبيبي. تعالى يا حبيبي. نورت بيتك يا حبيبي. الحمد لله على سلامتك يا بطل. عامل ايه يا اخوي؟ عامل ايه مع الجماعه اللي بتحاربوهم في سينا؟ نضربهم على دماغهم. هو في منصور درش ملوش في البلاد. ما اعرفش، بيحبوا يتاخروا تقريبا. احنا هنتحرك على بره على طول صح؟ لا نستناهم بقى، بس هم لازم يجوا حالا. مين دي بقى اللي مستنياك بقى لها ساعه؟ مين مراتي؟ ايه؟ لا دي واحدة كان عندي معاها ميتنج ونسيته. ميتنج في الوقت ده؟ في الوقت ده انا مخرج اعلانات على فكرة، مش محاسب في شركة. يا ابني هو انت نسيت ولا ايه؟ انت مش كان بقالك ساعه بتقول لي يلا نمشي يلا نمشي عشان كان عندك معاينه باين؟ لا شكلك نسيت. انت عايزة ايه؟ مش فاهم. عايزه افهم كلامك المتلخبط اللي مش راكب على بعضه ده وتوترك ده كله من ايه؟ وانا عايز امشي لو سمحت. عايز شيك سيبريت باسمي؟ انا مش همشي غير لما افهم. وبعدين معلش وريني موبايلك، انا عايزه اعرف هي بتبعت لك. 100 مرة ايدك ما تلمسش موبايلي. عايزه انت بتزوقي ايدي؟ المرة الجاية متها ما تخليش اعلي صوتي. انا يئست تقولي الكلام ده؟ انا؟ ترضاها على نفسك؟ ترضاها واحد يكلمني في وقت زي ده ولما تيجي تسالني ارد الردود المستفزه اللي انت بتردها دي؟ ترضاها؟ ارضى باي حاجة بس بطلي غير السخيفة بتاعتك دي. صلاح، ما تدخلنيش في حاجات تانية بعد كده. انا بنتي تاكد انها مش هترجع تاني هناك. انا بنتي شكلها مش مبسوط. يعني عايزاني اقول لزين ايه؟ مراتك مش راجعه معاك؟ قول له اللي تقوله له. طب ما تقولي له انت. يا سلام، وانا هخاف منه؟ اقول له طبعا. بس خلي بالك لما تقولي له الكلام ده لازم تدوري على سبب مقنع. والله انا هقول له وانت تبقى تقنعه. ده انا اقنعه ازاي؟ انا اذا كان انا اصلا مش مقتنع باللي انت بتقوليه ده. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، ان الست رجلها على رجل جوزها في اي حته وفي اي مكان، ان شاء الله حتى في الصحراء. اللي عمله ده مش اصول ياما. يا ولدي كان هيجي يقول لك، بس كان مستني لما ترجع. هو ما ناسبش ليلى من اساسه. ليه يا ولدي بتقول كده؟ عشان ملموم على شويه عيال مش تمام ياما، ماشيين يكفروا في الناس ليل نهار. لما يتجوز ليلى هيعجل. لا، لما يتجوز ليلى هيكفرها وهيطلع عينيها وهيمنعها من كل حاجه في الدنيا. لو ما كانش بالزوج هيبقى بالعافيه. في الاخر ياما مش هيوريها الاسفل. زين، دوق حته اللحمه دي بقى وادعي لي. تسلم يدك يا عمي. حبيبي. بالهنا والشفا يا زين. الله يهنيك يا ست الكل. افردي وشك بقى شوية لو سمحتي. ان شاء الله. مش انتي قلتي يا فيروز ان انتي هتيجي لوحدك؟ ما هو الحمد لله حظنا حلو، زين عرف ياخد اجازه. اه. ما كنتش عايزه تشوفيني ولا يا ست الكل؟ وليه مش عاوزه اشوفك يعني؟ حاسس اني ما وحشتكيش زي ما انت وحشتيني. بالعكس، ده انت وحشني قوي قوي. معقول يا زين؟ دي حماتك ما وراهاش سيره غير لك انت ليل ونهار. والله مصدع لي دماغك دي. اهي في دي بالذات يا عم مش مصدقك. الا قول لي يا زين، هما امتى هيرضوا عنك في الشغل وتيجي على القاهره هنا؟ الحاجه الوحيده اللي تخليني اجي مصر هنا انهم يرفضوني. يا ريت على الاقل بنتي هتبقى جنبي. لما الحاجه الوحيده برضو اللي هتخلي بنتك تبقى جنبك على طول ان اطلقها. انت يرضيك حاجه زي دي؟
عزت باشا، هو المحضر ده هنفضل فاتحينه لحد امتى؟ انت مين قال لك تفضل فاتحه؟ انت مش خلصت كل الاجراءات والتحريات اللي المفروض تتعمل؟ وازيد من اللي المفروض يتعمل كمان والله. خلاص جايده ضد مجهول. ايوه عزت باشا، بس يعني زين قبل ما ينزل اجازته كان رافض انه يتقفل ضد مجهول. وانا بقول لك اقفله. جريه زياد باشا. هتمشي كلام زين عليا ولا ايه؟ لا يا عزت باشا، سيادتك رئيس المباحث، يعني كل في الكل طبعا. يبقى تسمع الكلام وتنفذ اللي اقول لك عليه بالحرف الواحد ومن غير اي مناقشه. مفهوم. مفهوم يا باشا. يا نرمين عشان خاطري اتصرفي، لو على صورة بطاقته سهلة هجيبها لك. لا ما ينفعش يعرف طبعا، لو عرف فيها طلاقي. يا ستي انا كنت بجيب فاتوره تفصيليه لكل مكالماته، والبنت اللي كانت بتجيبها لي سافرت دبي وسابت الشغلانه. عشان خاطري حاولي يا نرمين. عليا، انت واقفه هنا بتتكلمي مع مين؟ بكلم مامي. طب يلا. يلا. زمانها بتاكل في نفسها. يكش تولع في روحها بجاز. كبير كبير برضو يا كبيري. امال ايه؟ عارفه يا بنتي يا سكينه، كل واحد في الدنيا دي له مقام، وهي كان لازم تعرف مقامها. مهما راحت ولا جت حتة مرة للمتعة، لكن خيلفة وتربية عيال وست بيت لا. تفتكري هتعمل ايه يا حج؟ لو عندها كرامة كانت مشت. ما انتي عارفه ما عندهاش كرامه. عشان كده هتحاول تلعب كيف التعابين، وبكرة تشوفي. منصور. رضوان. ازيك يا منصور؟ الحمد لله. شفتكش وانا في الجامع يعني. مش بصلي ورا شيخ الجامع دي. ليه يا ابو عمرو؟ ده شيخ ما يعرفش ربنا. سمعت انك كنت عاوز تقابلنا يا رضوان، وطلبتك ما ردتش. مش من الاصول ومن الدين انك لما تفكر تتقدم لاختي تطلب يدها مني انا. سألت عليك قالوا لي في الجيش وهتغيب هناك. وليه اختي يا رضوان؟ عشان تدينها واخلاقها وتربيتها. بس هي مش متزمتة زيك، يعني بتسمع اغاني وتتفرج على تلفزيون عادي يعني. لكل داء دواء يا صاحبي، وكل حاجه وليها علاج. داء ودواء ايه؟ انت فكرني استنى لما يبقى فيها داء؟ اسمع يا رضوان، الاخت دي حياتها وانا عارف انها مش هتغيرها. طب مش تسالها الاول؟ طب لو سالتها وما وافقتش هتوافق. خلينا اتكلم معاها الاول واشوف رايها ايه. وهو الراي مش رايك ولا ايه؟ لا، رايها بس بعد ما تسمع نصيحتي. السلام عليكم. ونصيحتك ليها تكون يا منصور؟ جرى يا رضوان، ده كلام مع اهل بيتي، لما يجيك الرد هتبقى تعرف. بقول لك ايه يا زين، على فكره مامي طيبه، بس هي طريقتها كده طول عمرها حتى معانا. اوعى تكون زعلت منها. ازعل منها ليه؟ عملت حاجه تزعلني وانا مش واخد بالي؟ حتى لو عملت حاجه تزعلني عمري ما ازعل منها. انا عارفه ان انت بتعاملها كويس ومستحملها عشانك وعشان انا اتربيت على كده. الكبير حتى لو غلط ما ينفعش ازعل منه، لاحترامه. وبعدين انت امك ديله وام 44. ما ينفعش ازعل منها عشان حاجه واحده. ايه هي بقى؟ انا خلفت لي فيروز. حبيبي يا زين، ربنا يخليك ليا. مش عارف خلفتك كيف دي. مامي زي القمر، ما تقولش كده. قلت ايه يا ليلى؟ ليلى ملهاش جول يا منصور، الجول جولك. الجول جولها وراي رايها، هي اللي هتعاشر وهتعيش معاه. ما عندناش بنات تقول رأيها في جوازتها. ده كان زمان يا ام منصور. قلت ايه يا ليلى؟ انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي يا ولد ابويا. امال هتفكري متى؟ لما يبقى عمرك 50 سنة؟ انت عارفة ده العريس القام اللي بترفضيه ان شاء الله يكون 100. كل ده عشان ايه؟ عشان زين؟ طب زين دلوقتي متجوز وعايش في هنا ونعيم مع مرته. رايح فين؟ رايح اصلي ياما. مرته اللي اختارها من مصر مش من بلده ولا من جرايبه. فيروز، ممكن اتكلم معاكي؟ ايه يا مامي في ايه؟ انا مش مبسوطه ولا مبسوطه لك. ليه بس كده؟ انت مش شايفه نفسك في المرايه ولا ايه؟ انت كنت زي الورده المفتحه، دلوقتي بقيتي عامله زي الورده الدبلانه.
يعني لما اجي هنا هفتح تاني؟ اكيد طبعا. لما تكوني في وسط اهلك مع اصحابك اللي انت بتحبيهم في النادي بتاعك اكيد هترجعي زي الاول واحسن. مش بايدي يا مامي. لا بايدك يا فيروز. قولي لي عايزاني اعمل ايه وانا اعمله؟ اول حاجه تعمليها انك تسيبيه يرجع لوحده وتقولي له ان انت عايزه تقعدي مع اهلك شويه، ولما يكلمك في التليفون علشان يرجعك اتلككي له باي حاجه، هيضطر انه يجي، واول لما يجي تكلميه بمنتهى الوضوح والصراحه وتقولي له ان انت مش عايزه تعيشي هناك، وانه لو عايز يكمل في الجوازه دي ينقل شغله كله هنا، فهيضطر انه ينقل شغله هنا. ما ينفعش يا مامي، زين اهله كلهم هناك وما يقدروش يستغنوا عنه، زين كبير عيلته. زي ما هو كبير عيلته ما يقدروش يستغنوا عنه، انت كمان بنتي وما اقدرش استغنى عنك. زي ما قلت لك العقربه هيتقطع فرطها من البيت. يا ريت. انت قلبك ابيض وطريقك كله خير. اقوم انا يا ست. اقعدي. ويا ترى طلع لك ايه تاني؟ طلع لك انك تقفلي عليا بالضبه والمفتاح؟ بالضبة والمفتاح وفوقهم 100 قفل، ويكون في معلومك طول ما فيا روح هتفضلي كده بطولك، لا عيل ولا تيل، ولا في دماغك مش هتطولي منه حاجة. ولعلمك آخر يوم في عمر جوزك آخر يوم لك هنا في جنة. انت عايزه تخلصي من جوز انت والولد ابنك ولا ايه؟ واخلص منه ليه؟ ما نخلص منك انت اسهل. بصي بقى يا امين، لا انت ولا الولد ابنك تقدروا علينا ولو انت والزمن طويل، ولو ما خلفناش النهارده وماله، نخلفه بكره، وفي يوم هيبقى كل الملكوت ده بتاعنا. ساعتها هتيجي تترجيني ما مشيكيش. ان شاء الله يا رب تشتغلي زي سكينه. يا لهوي، ده انا نسيت الشاي بيغلي على النار. عن اذنك يا اختي. سخس استرخص الواطي. بس هيتقطع اخرسي. نعم. يعني ايه مالكوش نصيب في الخلفه؟ ايه حالتكم ملهاش حل؟ الدكتور بيقول كده، بس مفيش حاجه بعيده عن ربنا. المشكله عند مين؟ مش مهم المشكله عند مين. عنده مش كده؟ اه يا هند عنده. ارتحتي كده؟ والله كنت عارفه انا مش مرتاحه للواد ده من اول يوم شفته فيه. هو ذنبه ايه يا مامي؟ ذنبه يا حبيبتي انه ما قالش، ذنبه انه كدب علينا من الاول. وهو كان هيعرف منين يعني؟ يا اكيد يا حبيبتي كان عارف. كانتش هتفرق. لا هتفرق يا فيروز، هتفرق كتير قوي. هتفرق في ايه؟ هتفرق لو كنتي متجوزه واحد تاني كان زمانك مخلفه دلوقتي. نصيبي كده. نصيبك يتعدل عادي جدا. تعدل ازاي يعني؟ تطلبي الطلاق منه، لازم تطلقي منه. لو كنت انا اللي ما بخلفش كنت هترضي انه يطلقني عشان يخلف؟ ما كانش حد هيقدر يلوم. من حق كل واحد انه يدور على مصلحته. انت عارفه يعني ايه اطفال؟ عارفه يعني ايه خلفه؟ اسمعي يا بنتي، انت هتطلقي منه. انا هخلي ابوكي يكلمه اول حاجه يعملها الصبح ويقول له انك لازم تطلقها، ولو رفض هنخلعه. ما كانش ينفع تسكتي لها يا حاج. ومين قال لك ان انا سكت لها؟ عيني اللي حصل قدامي. اصبري على رزقك. يا ما نفسي اشوفها بتتبهدل قدامي، مش هيهدى لي بال غير لما تشففيه. وانا اوعدك مش هتشوفيها بتتبهدل وبس، لا هتشوفيها بتتهان ويتمسح بكرامتها الارض. قلتي لسي مسعد؟ اسم الله عليكي، ما هو انا لو رديت عليه مش هتخاف، لكن لما مسعد يرد عليه تموت في جلدها. عايزه تقول ايه؟ بصراحه عايزه اقولك على حاجه مهمه. الدكتور اللي قال كلمه مستحيل ده لازم نغيره. الكلمه دي ما بقتش موجوده في الزمن ده. احنا في 2018 والعلم اتقدم وفي مليون حل لموضوع الخلفه ده. احنا ممكن نغيره ونروح نشوف دكتور تاني، وممكن كمان نسافر بره نشوف دكتور في يوروب. اكيد في حل. لو ربنا كان رايد حل ما كناش هنحتاج اللفه دي كلها.
من علامات القبول التيسير. وبعدين مين عارف، يمكن نشقى ونتعب عشان نجيب واد ولا بنت يتعبونا. وبعدين بصراحة بقى أنا مش عايز حد يشاركني فيكي. أنا لو خلفت 20 طفل مفيش حد هياخد من حبي ليك. عشان خاطري أنا عايزة طفل منك. كرهتني في عيشتي يا مرت عمي. دي بتقولي كلام عفش في الرايحة والجاية. خدت مني المحمول، ما بتجيش تناديني غير يا بايرة. امك شكلها اتهبلت على كبر. طب ما تيجي تقعدي معانا يومين يا ليلى. مش هترضى يا نادية. دي منعاني ان انا اجي هنا. وكل ده ليه؟ يا ريته عشان حد عدل، عشان الواد الفاضي اللي قاعد للرايحه والجايه ما تكلموش ده، ما تدخلوش عند ده، ما تعملوش ده، حرام عليكم تشتروا من عند ده. امال لو عدل شويه كانت عملت ايه؟ كانت ذبحتك؟ ده انا لما بعدي من قدامه بيقعد يستغفر ربنا ساعة، كاني معديه من قدامه ببدلة رقص. ليه يعني؟ شافك عفريتي يا؟ لا القصة مش في رضوان، القصة انها عايزة تجوزني وخلاص. يجي الحكايه كده. ما تزعليش نفسك يا ليلى، أنا هروح واتحدث معاها. رجعت عن اللي في راسها، رجعت نشفت راسها، هجيبك في يدي وقعدك معانا هنا. ولا تزعلي نفسك. قومي تعالي، تعالي يا حبيبتي ولا تعيطي. تعالي تعالي يا حبيبة مرت عمك، ولا تزعلي. تبات نار تسبح رماد يا بنتي. كنت فين؟ عديت على نادية شوي. مش قلت لك البيت ده ما تعتبهوش تاني؟ ريحي نفسك يما، زين مش قاعد، مسافر. قاعد مش قاعد، البيت ده رجليك ما تخطيهوش تاني. ولا على ايه؟ ما الاسهل مالكيش خروج تاني. يعني هتحبسيني يما؟ يا ليلى هحبسك، واول خطوه هتخطيها بره البيت ده هتكون لبيت جوزك. والله هسيبهولك وامشي. تعالي هنا يا بنت. تمشي تروحي فين يا روح امك؟ انت فاكره نفسك متربيه في بلاد بره؟ فوقي قبل ما افوقك. يما حصل ايه يما؟ بتضربيني يما؟ واربطك في الكرسي كمان. طب الله يرحمه عمره ما عمل. عشان كنت لسه بعجلك على اوضتك، وياك اشوفك بتعتبي براه، ومن هنا ورايح الواكل وادخلي الحمام بالاذن. غوري تعالي. كل ما يمسكوا الواد يصرخ في يده، يقولش يده فيها عفريت. ايه يا ولاد الجناوي؟ حبيبي يا ولدي. عامله ايه يا ناديه؟ بخير يا اخوي. ازيك يا فرحان؟ هاتي الشنطه طلعيها على وحشتك يا امه. نودي حبيبتي. حبيب امك. وحشتك قوي يا ماما. اهلا. فطرت سعيد يا عاد. لا والله. الله اكبر، اللي مقعدك مع الفلتان ده هيفسد اخلاقك. يا اخوي داخل على الواد زي القطر، هو ولدك واحنا ما نعرفش. طول عمرك حنين يا ولدي، ما يسكتش غير على دراعك. ربنا يخليك يا رب ويديني الصحة وطولة العمر واشيل خلفتك قادر يا كريم. طب أنا تعبانة شوية من السفر ومحتاجة أخد شاور، عن إذنكم. روحي يا بنتي. جبت لي اللي قلت لك عليه؟ يا بت ده انا انسى اسمي وما انساكيش، جبتهولك في الشنطه فوق انزلهم لك دلوقتي. والكتب يا زين؟ جبتها لك من مكتبه مدبولي. ربنا يخليك يا ولدي، ربنا ما يحرمنا منك قادر كريم. الله يخليك يا امه. سمي الله، امسكي. اطلع بقى اما اغير واستريح شويه. روحي يا حبيبي تعبان. لوحدي؟ هاتي الواد. لا. يما العيب عندي مش عندها. والموضوع ده ملوش علاج؟ لا ملوش علاج، وانا راضي بقدر ربنا. محدش بياخد فوق ال 24 جراد بتوعه. ربنا يرضيك يا ولدي. اقول لك ايه؟ عشان خاطر انا يا ولدي ما تزعلش نفسك وما تحطش في راسك لا يجرى لك حاجه. ازعل نفسي من ايه يا امه؟ ازعل نفسي من ربنا، من قدره. لو وهبني حاجات كتير حلوه، الشغله اللي بحبها والزوجه الصالحه والام الصالحه. والنعمه بالله.
وطالبة منك طلب، تاخد بالك من فاروس. انت مدي وقتك لشغلك، اديها شوية وقت. بعمل اكتر من كده ايه؟ ما انا خدت اجازه وديتها لاهلها اهو، واستحملت امها اللي ارخم من الخليل كوميدي. يا حبيبتي الطب اتقدم جوي، ومهما كان اللي عندكم فله علاج. قصدي اللي عندي زين. انا وزين واحد، اللي فيه فيا واللي فيا فيه. مش هتلاقي حد يخاف عليكي ويحبك قد زين. اوعي يا حبيبتي تفتكري ان اللي حاصل ده ممكن يخليني افكر لحظه ان انا اسيب زين. ايه الحشيشه اللي شبه وشك دي يا زفت انت؟ جرالك ايه يا طه؟ دي مغربي. دي مغربي؟ دي مخلوطه برشام يا ابو مخ ضايع. ده حشيشه الساحل انضف منها 100 مره. ده انا دماغي صدعت. مفيش معاك نوع انضف من ده؟ معاه بس شايله المسعد حبيب القلب. قصدك ايه يا طه؟ يعني انا احوش عنك حاجه عشان اديها المسعد؟ شحالنا كنت صاحبي. ما هو كمان صاحبك. مسعد عمره ما كان صاحبي. ده شغل وبس. لو ما كانش بيطلع لي من وراه مصلحه لا كنت جبت له حاجه ولا عبرته. ما كانش العشم يا طه، اخص عليك. احاول اصدقك. كنا بنقولوا ايه؟ كنا بنقول نشوف لنا محل في الغردقه نفتحه بازار. غردقه؟ ده انا لو رحت اعيش في الغردقه كان زين يقتلني. زين؟ احنا في زمن ما حدش بينفع حد فيه، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت. احنا في زمن نفسك ثم نفسك، والجديد ثم نفسك. بعدين ما تاخذنيش يعني يا طه. هو زين بيه كان نفعك بايه؟ ولا اهلك كانوا نفعوك بايه؟ ما كانوا شايفينك اصلا ولا حاسين بيك. ده اهل البلد لحد فتره قريبه كانوا فاكرين الحاج صالح الله يرحمه ما معهوش واد غير زين. اشرب يا طه، وكاش راسك خفيفه. خير يا مرات عمي. ليلى جاهلها عريس جاي هو واهله يطلبوا يدها للجواز. الف بركه. طب وايه المشكله في كده؟ المشكله منصور رافض العريس، وهو ما بيكبرش الحاج غيرك انت. لو انت وافقت هو هيوافق. طب ممكن اعرف يا مرات عمي مين العريس اللي منصور رافضه ده؟ رضوان ولد الحاج صبري، واد محترم ومتدين وما بيسيبش فرد. بصراحه يا مرات عمي منصور عنده حق انه يرفض. الواد ده مشبوه. السنتين الاخيره دول مستشيخ وماشي في وسط جماعه غريبه والكلام عليه كتير. هو اللي يعرف ربنا اليومين دول تقولوا عليه مشبوه. لا حول ولا قوه الا بالله، ما احنا كلنا نعرف ربنا، ملناش صلاح بالكلام ده. طب ايه المطلوب مني دلوقتي يا مرات عمي؟ انك تلين دماغ منصور وتحضر القعده دي. حاضر يا مرات عمي، هحضر القعده. والله العظيم يا صفية لو امك فضلت تضايق فيه لا هسيب لها البيت وامشي، ومفيش جنس مخلوق هيعرف لي طريق. كل ده عشان عايزه تفرح بيكي؟ امك ما عايزاش تفرح بيا، امك عايزه تخلص مني. حرام عليكي والله يا شيخ، دي ما حبتش حد جدك. اللي تكسى على بنتها كده تبقى ما بتحبهاش. امك بقيت قاسيه قوي يا صفيه. ما كانتش كده، بيجي كده بعد ما ابونا الله يرحمه مات. كان لازم تحافظ على البيت، كان لازم تحافظ علينا. انا قلت اللي عندي وبكررها لك، لو فضلت تضغط عليه لا هتصحوا من النوم في يوم ما تلاقونيش. هتروحي فين يعني؟ هروح اي حته، مصر، اسكندريه، اي حته اعيش فيها مرتاحه. مصر ولا اسكندريه؟ هتعملي ايه انت في مصر ولا اسكندريه؟ اشتغل. ايوه اشتغل واعيش مرتاحه. هو من ارتاح من امك؟ يمكن انسى زين. طه ايه؟ انت يا ولد قوم. يما في ايه؟ في ايه؟ ما هو اما يشطحك قوم قوم تعال هنا كلمني. ايه ده؟ ايه دي؟ انطق. اهدى. الحشيش يما. بيعمل معاك ايه؟ بتاع واحد صاحبي. وايه اللي جابه في جيبك؟ كنا قاعدين مع بعض ونسيه معايا. نسيه معاك ليه؟ نسيه معاك عشان تشربه؟ وفيها ايه يعني لما اشرب؟
ما كل اللي في سني بيجربوا الا انت ما ينفعش. انت ما عارفش انت ولد مين؟ انت ولد الحاج صالح الجناوي واخو زين بيه الجناوي. يما ارحميني عاد بكلامك ده. زين زين زين، هي كل حاجه اقولها لك تدخلي فيها زين؟ اقول زين عشان هو كبيرنا بعد ابوك. والله العظيم يا طه لو ما ترجع عن اللي انت فيه ده لا تشوف من وش ثاني. وحقول لزين النبي لو لقيت الحشيش ده في جيب زين لا تقولي حرز ونسيب جيبه. عشان زين محترم ما يعملش كده. زين محترم عشان ما يعتبره هو اللي ولدك، لكن أنا مش معتبراني ولدك. كان أمي هي اللي ماتت واتدفنت في التراب. والله ما كان له لزوم تكلفوا نفسكم يا حاج صبري. منورين. نورك يا ولدي الغالي، الله يرحم ابوك، كل خير على الكبير وعلى الصغير. الله يحفظك، كان بيحبك والله. نور يا رضوان. نورك يا زين. زين ومنصور يا ابوي زي ما انت عارف عشرة عمر وزمايل دراسة. كان بينا مصايب كتير. لا والله يا حاج، ما شاء الله عليه طول عمره مؤذي وبتاع مصايب. اللي انت بتقوله ده عيب الناس ضيوفنا، عيب. كلنا كنا اشقى واحنا عيال صغيره وربنا هدانا الحمد لله لما كبرنا. ولد العمر هادي وكان نسمه. يعني هو صغير كان نسمه ولما كبر عمل عمليه وقلب رضوان. العروسه فين القعده بقى ده؟ امال العروسه فين؟ ربنا لسه بساله نفس السؤال دلوقتي. العروسه فين؟ اهي وصلت اهي. يا مرحبا يا مرحبا، منورين. انا جاي النهارده انا والوالد والوالده علشان نطلب يد الاخت ليلى. وانا مش موافقه. ايه يا زين؟ هتجوزني غصب عني؟ يا كلمتي غبايه ياما. كيف تتكلمي واخوكي وولد عمك قاعدين؟ مرات عمي محدش هيتجوزك غصب عنك يا ليلى. ايه اللي بتقوله ده يا زين؟ مرات عمي. اذنك حاج صبري، ما عندناش بنات. منصور جايبين تصغروني قدام الضيوف. انا اسف يا رضوان، انا اسف يا حاج صبري. انتوا عارفين كل حاجه بالخناق الا الجواز بالاتفاق، وعيله صغيره لسه من ناحيته ومن ناحيه امها هنلاقي دماغها ودون 48 ساعه فرصه للرد. السلام عليكم يا زين. وربنا ما انتوا ماشيين لما تاخدوا الواجب. يلا يا رضوان، يلا يا حاج. الواجب وصل يا زين. يلا يا رضوان. عيبك ده والله. يلا. طب اشربوا الشاي. والله قسم يا زين. شرفتونا ونورتونا يا حاج صبري. الله يحفظك. يلا يا رضوان. 48 ساعه ارد عليك رضوان ان شاء الله في رعايه الله. وانا اللي جايباك عشان تحل وتوعيها وعامل لي فيها كبير العيله؟ كبير العيله صح كان الحاج صالح الله يرحمه، لو كان موجود كان حلها. بس انت خسران ايه؟ ما انت متجوز ومتهني ومتجوز من مصر مش من اهلك وناسك. ما يصحش اللي بتقوليه ده ياما. لا يصح يا منصور، انا اسف يا مرات عمي، بس انت لما جيت لي ما قلتليش انها مش موافقه. عموما انا اسف اني قعدت القعده دي، عن اذنكم. يا زين، عاجبك اللي عملتيه ده؟ سيبني في حالي، سيبني في اللي انا فيه. مش هتجوزه، مش هتجوزه. تعالي هنا، تعالي هنا تتجوزي مين؟ تعالي معايا يا جلية الرباية. اطلع عليك يا اما. اطلع فوق، اطلع يا جلية الرباية. مين؟ سي مساعد. لازم تفهم ان ابويا جايبك المزاج، يعني زيك زي الافيونه كده. اي اكتر من كده مالكيش عازه. هو كان حصل ايه يعني؟ حد دسلك على طرف؟ اللي يدوس لامي على طرف كانوا ضربني 100 طلقه. هي اللي ابتدت تعمل اللي هي عايزاه. وده في عرف مين بقى ده؟ في عرف البيت ده، ولو ما تعرفوش اعرفهولك. ام ست البيت وكلمتها تمشي على الكل، من حيطان الارض للبشر اللي عايشين فيه. وده اخر انذار ليكي، لو سمعتيها تاني كلمه ما عجبتهاش مش هيبقى ليكي مكان وسطينا. اي خصيمك النبي زي ما تزعل منه، ورحمة أبوك وأبويا يا شيخ ما تزعل منها. أنت عارف مرات عمك تطلع وتعمل هلولة كبيرة وتنزل على ما فيش.
امك الوحيده يا منصور اللي لو ضربتني بالبلغه ما ازعلش منها. ده اللي مربياني ياض. والله هي ما عايزه حاجه في الدنيا ديت غير ان هي تجوز ليلى وصفيه وتطمن عليهم. هو انا اللي واقف في طريق جوازهم يا منصور؟ محدش قال كده. انا عارف ان غلاوتهم عندك من غلاوه ناديه تمام. ورب الكعبه ويمكن اكتر. كل اللي بتمناه من ربنا ان الثلاث بنات يتجوزوا احسن جوازات، بس بالعقل. مش عشان امهم عايزه تجوزهم نرميهم كده. وبعدين ما انت شفت العريس، ده مشروع ارهابي قد الدنيا. ده مش بعيد كان ضم اختك للسبايك. زين باشا، محتاج حضرتك ثانية واحدة. خير يا امين رضا. اتكلم، ده منصور واد عم انا وهو واحد. عملت زي ما قلت لي بالظبط. وصلت لايه؟ الجتيلة كانت شغالة ببيت هتلر من 7 شهور. متأكد من الكلام ده؟ كل اللي شاف صورتها قالوا كده. 7 شهور. انا طلعت من بيت هتلر وهي حامل في التاني. وهتلر عنده ديب في البيت اسمه مسعد. دي واضحه زي الشمس يا رضا. وربنا وشك حلو يا واد عمي. كمل شاك وروح انت، عندي مشوار مهم. تعالى معايا. قول لي وش حلو في ايه؟ اقول لك بعدين. الشحنة كده تمام يا ابوي. الله يرضى عليك يا ولدي. معاون المباحث زين صالح الجناوي بره وعاوز حضرتك. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وده عاوز ايه ده؟ قعدوه شوفوه يشرب ايه لغايه ما يجيله. يا مرحب بالغالي ولد الغالي. انا عارف معزته عندك قد ايه. ازيك يا زين بيه؟ الحمد لله. ازيك يا مسعد بيه؟ ازيك يا زين بيه؟ الحمد لله. اتفضل. زيد فضلك. خير يا زين بيه؟ خير ان شاء الله. ما عارفش حضرتك تعرف ولا لا، الخدامه اللي كانت شغاله عندكم اللي اسمها مريم اتقتلت. قتلت ولا ماتت موتة ربنا؟ احنا مالنا؟ كان من بقية عيلتنا؟ لا يا مسعد بيه، بس هي اتقتلت وهي حامل في التاسع، وانتوا مشيتوها من البيت هنا من حوالي 7 شهور. يعني حملت في البيت ده، وللعلم ان اللي في بطنها طلع عايش. سبحان الله، ده من بخت ابوه. وعرفتوا اللي قتلها؟ اسأل ولدك. قصدك ايه؟ تتجننت يا ولد صالح؟ جاي تتهم والدي بجريمة قتل وفي بيتي؟ ما قالولكش ان ما في ضابط يقدر يجرب 10 كيلو من البيت ده؟ لا فيه. اسمه زين صالح الجناوي، بينه وبينك خطوة. بيقول لك لو ولدك طلع اللي عاملها، ورحمة صالح الجناوي لو وصلوا بيد الحبل المشنقة. يا فندم 90% من الجرائم اللي من النوع ده بيكون اللي قتلها يا ابوها يا امها يا اخوها يا حد من عيلتها. وحتى لو ابن هتلر هو اللي خلاها تحمل، ايه المبرر انه يقتلها؟ زين بيقول ان البت دي وهي بتموت كانت بتخترف، وبتقول ان اللي قتلها هو نفسه اللي حملت منه. طب سيادتك اهو بتقول بتخترف، وهي البلد كلها ما فيهاش رجاله غير ابن هتلر. ليه زين مش شايف غير ابن هتلر في الموضوع ده؟ ما هو المنطقي في الموضوع ان البت دي حملت في الوقت اللي كانت عايشه فيه في بيت هتلر. وهو بيت هتلر ده ما فيهوش رجاله غير ابنه؟ طب ده الرجاله اللي هناك اكبر من عدد رجالتنا اللي في القسم. يا فندم زين مألف قصه وبيتعامل على اساسها. انا بنصحه بقى يسيبه من شغلانه المباحث ويروح يألف افلام. والله هم من فجر اللي خلفوه ولدك اللي مسك القضية. إن شاء الله لابسة لابسة. ربنا يعينك يا ولدي. قلبي كان حاسس ان القاتل من بيت هتلر. طب هم يلبسوها كيف يا زين من غير دليل قوي؟ الدليل هتظهر واحدة واحدة يا طه. ده مجرد خيط بسيط اللي أخوك ماسكه ده. وبكده أكيد هتعرفوا مكان أهل الولد فين. إن شاء الله يا فيروز. يا رب ما يظهروا عشان صلاح يفضل معانا. حرام الولد يعيش بعيد عن أهله. إن شاء الله هتلاقوا أهله وهياخدوه. كل همك إن الواد يمشي وبس. أنت شايف كده يا زين؟ أيوه شايفك ده. بنتكلم على حق الست اللي اتقتلت، وأنت كل اللي فارق إن نلاقي أهله عشان يمشي. إحنا في ولا في إيه؟ معلش
معلش غصب عنا. روح لها يا اخوي، طيب خاطري عشان خاطر امك، عشان خاطري يا ولدي. تصبحوا على خير. تزعليش اني اتعصبت عليكي. اوعى تفتكر يا زين اني ما بحبش الاطفال زيك واكتر. اوعى تفتكر اني ما نفسيش يبقى عندي بيبي واتنين وتلاته. بس المفروض اللي يتضايق ويتأثر هو انا، لان المشكلة عندنا. الدكتور قال ان انا اللي ما بخلفش. مفيش فرق بينا يا زين. انا عمري ما فكرت في الموضوع كده. انا بفكر ان احنا الاتنين عندنا مشكله ولازم نعديها. والعيل اللي مالوش حد غيرنا بعد ربنا هو اللي هيمنعنا نعديها. يا زين. ليه؟ لان طول ما هو موجود مش هنعرف ننسى. المشكله هتفضل قدامنا طول الوقت. ده السبب الوحيد اللي مخليكي رافضه وجوده. يا زين. يا ألف مرحب يا ألف مرحب. مرحبا يا ريس. اتفضل. زيد فضلك. قلبي عندكم والله وما ليكم علي حلفان. حزنت حزني لما عرفت. قدر الله ما شاء فعل، نصيبنا كبير. بس احنا شكينا ان اللي حصل ده الفعل فاعل. لو تعرف وقول لي عليه وانا اجيبه من قفاه. انت عارف اخوك الكبير يده طايله في المديريه. حسبي الله ونعم الوكيل. عايز مننا حاجة يا ريس؟ لا انا مش عايز حاجه، بس لما عرفت قلت اعوضكم واقف جنبكم. وانتوا مننا برضه. تعويضنا؟ تعوضنا بايه؟ بفلوس. بالفلوس اللي قال لكم عليها مسعد. بس الفلوس دي قليلة وأرضنا كانت تسوى كتير يا كبير. دلوقتي الأرض ما تسواش، ومع ذلك هديكم فلوس أكتر تقدروا تجيبوا بيها أراضي وبيوت في أماكن أحسن كمان. لو ما وقفتش معاكم وقف مع مين؟ تيجوا بكرة المسعد. بكره في نفس الميعاد تيجوا تاخدوا فلوسكم وتمضوا العقود. عوضين. ايوه. وصل الرجاله لبره. اوامر جناب. اتفضل. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ريس. اتفضل. مالك؟ مزاجي مريكش. اوعى تكون جاي طل صالح هزتك. ولا 50 زيه يهزوني. لو عنده أي دليل على أي حاجة كانش جه ولا عمل النمرة دي. عارف ابوي، بس النمرة اللي عملها دي ما ينفعش تعدي على خير. عارف يا ولدي. آسر. نعم. انت ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ وهي اللي تتجوز واحد زيك يجي لها نوم برضو؟ واحد زيك؟ انت بتهبلي على بالليل يا عاليه ولا ايه؟ بتهبل يا آسر، ومن هنا ورايح مش هتشوف غير جنان وبس. هو انا لسه هشوف؟ ما ده اللي احنا بقينا عايشين فيه دلوقتي. انت سكران ولا ايه؟ كنت مع مين بقى؟ معاها؟ مع مين يا مختله انت؟ مع زفت ميرات اللي بتكلمها في اليوم اكتر من 10 مرات. ايه الهبل ده؟ انت بجد وصلت بيك المرحله ان انت رايحه تجيبي فاتوره تفصيليه عن مكالماتي؟ انت يا بنتي مريضه بالشك؟ مريضه وزفت كل مره اللي بتقوله ده. المره دي بس يا آسر مش هسمح لك تقلب الترابيزه عليا زي كل مره. مين ميرات؟ واحده بتشتغل في الزفت الشغل معايا. بتشتغل ايه؟ مساعده مخرج. بتكلمها كتير ليه؟ شغل. وبعدين مش انا اللي بكلمها كل الوقت، الكرو كله بيكلم بعضه من تليفوني. تمام، كلمها. نعم. كلمها. مش مكلم حد. هتكلمها بقى. والله العظيم ما مكلم حد. انت جاي تفضحي لي. ترزعي بقى. زين.
ازيك يا طه، عامل ايه؟ ازيك يا زين؟ الحمد لله. عامل ايه في دراستك وفي جامعتك؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. تعرف ان انا جاي اهنيك لانك عملت انجاز هيتكتب لك في التاريخ. انجاز ايه يا زين؟ تعرف يا طه انك اول واحد يدخل بيت الجناوي مخدرات. مخدرات ايه؟ هي امي هي اللي جريت لك ولا مين؟ ده اللي فارق معاك؟ والله العظيم يا زين، والله العظيم اول واخر مره. كانت زلة شيطان ومش هتتكرر تاني. حس انها اخر مره، انا متاكد من ده، عشان ده مش بمزاجك، ده غصب عنك. واحمد ربنا ان مش انا اللي شفتها معاك. يوم تخرجي قلت قسم يا طه، القسم ده انا عندي السعاده اطبقه على امك وعلى ابوك الله يرحمه. يعني لو انا شفت حته الحشيش دي معاك كان زمان نفس الوقفه دي وقفنا في القسم. تقصد ايه يا زين؟ قصد اللي انت بتسمعه ده. ومش عيب ان الواحد يغلط، العيب ان الواحد يتمادى في الغلط. وانا واثق في اخوي وعارف ان عمره ما هيتمادى في الغلط. اسمه ايه اللي اداك حته الحشيش ده؟ ده واحد معرفوش، جبلني واداهالي وانا كسفت منه في خدها. واحد ما تعرفوش هيعزم عليك بحته حشيش، واحد ما تعرفوش هتاخد منه حته الحشيش تحطها في جيبك وتمشي. لا انت صغير ولا اخوك صغير، عيب. اداهالي واحد اعرفه معرفه سطحيه، مش صاحبي ولا مخلط معايا، اسمه زلطه. بس والله العظيم يا زين، والله العظيم ما هتتكرر تاني. اوعاك تكون الشوكه اللي في ظهر اخوك يا طه. اخوك كبير في البلد دي، من ناحيه ان القاضي العرفي ومن ناحيه انه معاون مباحث المركز. اخوك طول عمره راسه مرفوعه في البلد، اوعاك تنزلها في الواحد. مش هتنزل يا زين، ما تقلقش. نولع السجارة هنا براحتك. انا معاك يا ليلى. الواد ده ولا يناسبك ولا ينفع تعيشي معاه. واقول لك على حاجه كمان، لو كنت وافقت عليه كنت هقول لك بلاش. ربنا يخليك يا سندي في الدنيا. بس انا عندي سؤال يا ليلى، انت مشكلتك مع رضوان ولا مع اي عريس تاني؟ لا يا اخوي، مشكلتها مع رضوان، وان شاء الله لو حد تاني اتقدم وكان شهم والد ناس هنفرحوا بيها. صح يا ليلى؟ غلط يا صفية. وتفكيرك غلط يا بنت ابوي. انت عارفه غلاوه ومعزه زين عندي، بس الدنيا ما بتوقفش على حد يا ليلى. لازم تتجوزي وتفرحي وتفرحينا معاكي. دي كانت وصيه ابوك الله يرحمه. زين زينة رجال، بس في رجاله تانية كتير كويسين. خليها على الله يا منصور. ونعم بالله. شفتي؟ رأي منصور من رأيي. صفية الله يخليكي، سكت عليك النبي، أنا تعبانة وما قادراش أتكلم. هقفل على الموضوع، بس صدقيني لو فضلت كده أمك مش هتسيبك في حالك، هتجرفك في عيشتك. هي قالت لي كده بعضمة لسانها. الو. ايوه يا فندم، ازاي سيادتك؟ لا والله انت اللي وحشني، انت وكل الكتيبه. لا يا فندم، بتعتذر على ايه؟ بتعتذر على ايه سيادتك؟ حالا تلاقيني عندك. مع الف سلامه، مع الف سلامه. مع السلامه. في إيه يا منصور؟ عايزيني في الوحده. بس أجازتك لسه ما خلصتش. هبقى اخد اجازه كبيره لما نخلص اللي بيحصل في سينا. كل مرة بتروح وحدتك بتاخد قلبي معاك يا منصور. انا سايب قلبي هنا ياما. خلي بالك من نفسك يا ولدي. عشان نفتح محضر اتقفل لازم يكون في دليل قوي، وانت ما معكش اي دليل. هي بالبت اتقتلت وهي حامل في التاسع، يعني اكيد اللي قتلها هو اللي كانت حامل منه. وبعدين البت دي كانت شغاله في بيت هتلر، والبلد كلها عارفه سمعه ابنه. ده لو جاموسه عشرت بيشكوا فيه. ثق فيا يا بيه والدليل هيظهر. لما يبقى يظهر يبقى قول لي. والدليل هيظهر لوحده كيف يا بيه؟ مش لازم اجيب الواد واستجوبه؟ مفيش حاجه من اللي بتقولها دي هتحصل الا لما تجيب دليل. الامور مش هتمشي بالعكس يا زين. اللي شايفه سيادتك عن اذنك. زين، انا شايفك مهتم بالقضيه دي زياده عن اللزوم. انت في بينك وبين هتلر حاجه؟ ولا كان في بين عيلتك وبينه حاجه؟
لا يا بيه، على اذن سيادتك. اتفضل. مش لاقيه شغاله عدله بعد مليكه. طب وانا اعمل ايه؟ معرفش، ما قدامناش بقى اوبشن تاني، هنرجعها. لا مش هنرجعها. انا ما عنديش استعداد ادفع 400 دولار في الشهر عشان شغاله. من سنتين دول كانوا 3000 جنيه، دلوقتي بقوا 7000 جنيه. انا مالي انا 7000 ولا 8000 جنيه؟ ايه المشكله يعني ما تدفعها؟ انت عارفه مصاريف البيت بقت كام؟ الرحمه بقى. هو ايه اللي ايه الرحمه؟ اللي يسمعك كده يقول ان انا بقول لك غير لي عربيتي كل سنه ولا هات لي شنطه كل شهر. هو في ناس بتعمل كده؟ جوز رميساء كل سنه بيغير لها عربيتها بموديل السنه، وجوز دينا نفس النظام. بص يا هند، المفروض اللي تتجوز راجل تعيش معاه على قد امكانياته وتبقى راضيه، مش تقعد تقارن نفسها بصاحباتها مين سافرت فين ومين جالها هديه ايه. حاولي تبصي على اللي عندك مش اللي ناقصك، لانك كده عمرك ما هترضي عن حياتك، واللي ما عندوش رضا عن حياته عمره ما هيحس بالسعاده. واوعدك اول ما افتح بيزنس بيجيب فلوس كتير كل شهر هجيب لك زي ما بيجيبوا لهم واكتر كمان. انت ايه يا ابني القصيده اللي انت رصيتها لي دي؟ هو انا قلت لك ايه؟ على فكره يا ادهم، اوعى تكون فاكر نفسك بتعملي اللي ما بيحصلش. اي راجل في مكانك هيعمل اللي انت بتعمله يمكن اكتر شويه. عمرك ما هتتغيري يعني. انا مش عايزه اتغير. يعني مفيش استهبال؟ يعني ايه استهبال؟ يعني هزار كده مع المودلز، وقفة مش طبيعية مع بطلة الإعلان، حاجات دي يعني. لا العادي بتاع آسر. أيوة، هو إيه العادي بتاع آسر؟ يعني انتي عارفة جوزك بيهزر مع الناس كلها، من أول المودلز والممثلات للعمال بالبوفيه. أنا قصدي مفيش حاجة مش طبيعية، صح؟ لا أنا ما شفتش حاجة. طب بصي، البنت دي شفتيها عنده قبل كده؟ لا خالص. لا بس أنا عارفة شكلها، بس مش فاكرة شفتها فين قبل كده. طب استني سيف بيتصل. صحي نوم يا أستاذ. ما أنا عارفة إن أنت كنت سهران. كنت سهران فين بقى؟ احكيلي. شفتش آسر؟ طب كان معاه مين بقى؟ بس؟ طب اقفل يا حبيبي، هكلمك بعدين. باي باي. بقول لك ايه؟ سيف بيقول ان هو كان معاه اصحابه بس. علي اقول لك على نصيحه. قولي. بطلي تدوري ورا جوزك. آسر لو عرف هتبقى مشكله كبيره ما بينكم، فخلاص اتعايشي مع الامر الواقع وما تخربيش بيتك. لا طبعا مش هتعايش مع الامر الواقع. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان الحب اللي جوايا لآسر مخليني واثقه ان انا هعرف اغيره. يا فندم لو عملنا كده هنضحك علينا البلد كلها. ليه يا زياد؟ عشان هندخل اسامي ناس كبيره وهنعمل دوشه وفي الاخر هترسى على ما فيش، ودول اتقل ناس فينا. طب ما يمكن زين يوصل لحاجه فعلا. زين ما معهوش اي حاجه ضد اي حد. ان شاء الله يبقى معايا يا زياد بيه. بعد اذنك يا باشا ادخل سيجاره. اتفضل يا زين. انت يعني متخيل يا زين ان هتلر وابنه بجبروتهم ده لو كانوا هم فعلا قتلوه هيسيبوا وراهم دليل؟ مهما كان المجرم حريص لازم يسيب وراه دليل، بس اللي بيعرف يلاقي الدليل ده لازم يكون ضابط مباحث شاطر. وانا بوعدك لو ثبتت القصه دي على هتلر ولده وعزه جلاله الله لاثبت عليهم حاجات تانية كتير. بس الباشا يسمح لي بس ان المحضر يتفتح تاني، ومين عارف يمكن جت لي البت الغلبانه دي هي طاقه جهنم اللي هتتفتح على هتلر ولده. انا بعت لك يا زين عشان افرحك. انا واسماعيل بيه وافقنا ان احنا نفتح المحضر تاني، ولو وصلت في التحريات لاي حاجه تدين هتلر وولده اوعدك هطلب من النيابه انها تستدعيهم. هو ده الكلام يا عزت بيه. مفيش حد فوق القانون يا زين. ولا حد يبقى فوق القانون يا عزت بيه. انا هبدا بالشغل من دلوقتي. يبدا يا بطل. انت مش هتشتغل برضه ولا تقعد تتسمر طول النهار كده؟ وعزة جلالة الله يا باشا اشطر ضابط مباحث في مصر. عن اذنك يا باشا. اتفضل. اهلا يا حبيبي، وحشتني قوي قوي قوي. وانا توحشتك وشكلك هتوحشيني. ايه شكلك هتوحشيني دي؟
امتى رحتي اخر مره للدكتور ميت؟ من حبة كبيرة. ساعة ما طلبتي منه دواء المنع الحمل. اه رحتي له قريب؟ لا لا مش فاكرة. اللي شافوك هناك هاني قلقتي، يعني بتكذبي وكذبتي، يعني في حاجة غلط. والله العظيم والله العظيم ما في حاجة غلط. ايه؟ بتخليني مع الدكتور؟ يا لهوي يا لهوي انت بتقول ايه؟ قلت له ليه؟ ما عرفاش تجاوبي؟ هجاوبك انا. قلت له علشان يكتب لك على حاجة تستعجلي بيها الحمل. يعني ما بتسمعيش كلامي، يعني بتعنديني وانا ما اتخلقتش اللي تعاندني. شيل موضوع الخلفة ده خالص من راسي كده. بتتكتب عليك ما تخلفيش. صفية، طه، ايه اللي منزلك لحالك دلوقتي؟ البيت كان محتاج طلبات فقلت انزل اجيبها. دلوقتي يا صفية؟ ايه؟ بتخاف عليا يا طه؟ اكيد بخاف عليك، امال ايه؟ وانا كمان بخاف عليك، بخاف عليك قوي. ما لازم نخاف على بعض، احنا مش ولاد عم وفي مقام الاخوات. بس انا مش بخاف عليك عشان والد عمي وبس. امال بتخافي عليا ليه يا صفية؟ لا مش هقولك. في يا صفية؟ جرى ايه مالك؟ اتكسف. خلاص براحتك. هبلة هبلة عشان ايه يا صفية؟ عشان ايه؟ مالك؟ ماليش. طب يلا روحي. هروح. طه، انت بالنسبة لي مش والد عمي وبس، انت بالنسبة لي حاجة أكبر بكثير. بحبها يا منصور. طب في ايه يا ابني ما تتقدم لها؟ ابوها مش راضي. ليه؟ عشان متقدم لها واحد تاجر وغني. طب ما انت عندك شقتك وبتقبض كويس، كله تمام، في ايه؟ بقول لك تاجر وغني، افهم انت بقى. هي بتحبك؟ بتقول انها ما تقدرش تعيش من غيري. يا واد يا واد يا روميو. وانت ايه بقى؟ مش هشوف لك واحده تحبك واخلص منك بقى. ليه يا واد، انت شايف نكتع؟ انا اتجوزت بميري خلاص. يا سلام، مبروك عليك. الله يبارك فيك يا صاحبي. في عز. بعد اذن سيادتك يا فندم، بيت الشيخ ياسين اللي قدام الوحده بيولع. يا ساتر. جاب مع السريع ومعايا بسرعه يا عماد. حاضر يا قبط. دي حاجه ايه دي حاجه جوه. انتوا ثلاثه بسرعه هاتوا بطانيات، انتوا ثلاثه ميه. خليك معاهم يا عماد، خليك معاهم. منصور استنى يا منصور، خش بسرعه. طفي بسرعه بسرعه يا رجاله. وسع دي. ابويا انت كويس؟ انت كويس؟ ابويا شكرين يا ابويا. عمرك يا حاج. بقول لك ايه، شكرين جدا. ما تقوليش، ده في مقام والدي. بس انت كويس؟ الحمد لله. محتاجين دكتور يا عماد. تعالى يا ابني. رد عليا. ياسين انت كويس يا ياسين؟ بص لي كده. هنزنقك. الحمد لله. بسرعه يا رجاله. بس طف اللي هناك دي. كويس؟ طف اللي ورا دي. طف اللي ورا دي. ايه المسخرة دي؟ نت كافيه ايه وقهوتيه اللي انت عايز تعملها دي؟ يما ده مشروع بيكسب دهب. دهب ايه؟ لو على الدهب صح انزل وازرع ارضك. ارض تاني يما. اهي دي المشاريع اللي تجيب فلوس صح. لساننا الدلدل يا ولدي، حرام عليك. يما ماليش في الزراعه. امال لك في ايه؟ تعبتني وحيرتني. شويه تقول عايز اسافر بره مصر، وشويه عايز تهاجر، ومره تانية عايز تدخل كليه تجاره، ومره تانية عايز تحول لاداب. يا ولدي حرام عليك، تعبت قلبي. قول لي عايز ايه وارسلك على بر.
مش عايز حاجه يا ماما. آسر، ايه مفيش هاي هلو ازيك سلام عليكم اي حاجه؟ انت اللي زيك ينفع تقول لها هاي ولا هلو ولا اي حاجه؟ اللي زي دي هي اللي محافظه لك على البيت. لا، اللي زيك دي اللي مشغله لي جواسيس ماشيين ورايا في الرايحه والجايه، اللي سبحان الله في الشغل انت بتاكل ايه وبتعمل ايه وبتكلم مين، اللي زيك اللي ولا واثقه في نفسها ولا واثقه فيا، واقسم بالله لو ما عقلتش لا تتطلق قريب قوي. اتطلق؟ انت بتفكر تطلقني يا آسر؟ بفكر اطلقك يا علي. انا عمري ما جه في دماغي ان انت ممكن تعمل حاجه كده. وانا عمري ما جه في دماغي ان انا اعيش في عيشه زي دي. ليه مالها عيشتك؟ تخنق وتجيب اكتئاب. ايه يا عليا، ده انت بتحاسبيني على النفس اللي طالع واللي داخل. انت لو شارياني مش هتعملي فيا كده. انا طالع انام. كلمك 5 مرات ما ترديش، بتعمل ايه كل ده؟ معلش يا حبيبي انا اسفه، انا كنت برسم لوحه الغروب، وانت عارف ان انا وانا برسم بعمل تليفوني سايلنت عشان ما فيش حاجه تخليني افقد تركيزي او اخرج من المود. طب انا مش عايز افقد اعصابي، بالله عليك تركز اليومين دول. انت رايح فين؟ نازل اشتري سجاير. علبتين سوبر يا حاج. والله يا ولدي ما عندي غير واحدة. رضا الحمد لله. يلا يا ابني شيل بتاع التمر ده من يلا هنا. ده علشان. يلا يا ابني. يلا ولي من هنا ولي. حرام عليك. يلا ولي. رزقي ورزقي عيالي. بصرف على يا جدع يا جدع في راجل يمد يده على حرمه. حقك تاخد الحاجه بس باسلوب احسن من كده. وانت مين انت؟ يا عم مواطن عادي وبينقضك. التصرف اللي انت بتعمله ده اي حد معدي هينقض الداخليه. ما تسيئش للمكان اللي انت شغال فيه. طول ما انت لابس اللبس ده اتعامل كويس. تقلع اللبس مد يدك على اللي انت عايزه. طب اتكل على الله بدل ما بدي عليك انت كمان، اتكل على الله. انت بتزقني يا جدع، احترمني زي ما بحترمك. يلا يا جدع بكلمك باحترام. ايه والله نعم. بقول لك بكلمك باحترام. احترم نفسك.